هلو هلو، انا بوسي طه. هنعمل مع بعض النهارده البطاطس المقليه الصوابع المقرمشه، هتطلع معاكم زي بتاعه المحلات واحلى كمان. هقول لكم كل الاسرار اللي هي تطلع معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وازاي تخزنوها في الفريزر وتطلع معاكم اكنكم لسه عاملينها بالظبط. تفريزات بقى مهمه جدا عشان توفر عليكم الوقفه طول شهر رمضان. لو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل وصفاتي. ويلا بينا نبدأ مع بعض الطريقة. معايا البطاطس بتاعتي بقى غسلتها كويس جدا، ودي خطوة مهمة جدا، لازم تغسلوها كويس جدا علشان خاطر ما تضايقكوش وانتوا بتقشروها، وكمان علشان خاطر ما يكونش فيه اي اتربة عليها وتبقى نظيفة معايا كده وانا بقشرها بقى بالمقشرة كده زي ما انتوا شايفين، علشان خاطر ما تاخدش معايا طبقة كبيرة من البطاطس. وبعد كده بقطعها صوابع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا بقطعها كده على الجلانشة بالسكينة، وبحاول ان انا اطلعها كده اشكال متساوية على قد ما اقدر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد ما بخلص تقطيع بغسلها كويس جدا تحت المية، بحيث ان هي ما يكونش فيها اي نوع من النشا بالشكل ده. لو البطاطساية كبيرة معاكم شوية ممكن تقطعوها كده على 2 وتسووها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده في حالة ان انتوا لو مش بتحبوا الصوابع بتاع البطاطس تكون كبيرة. هنا بقى انا معايا مية سخنة سبتها تغلي كويس جدا، وبعد كده ضفت البطاطس فيها. بضيف في المية معلقة صغيرة من الملح، ما بضيفش اي حاجة اكتر من كده. وبضيف بقى بعدها على طول البطاطس. بسيب البطاطس على النار لمدة 3 دقايق بالظبط، مش اكتر من كده. انا عايزة البطاطس بس يدوب كده تاخد السخونية بتاعة المية، بس مش عايزاها تستوي معايا، عايزاها تستوي بالظبط ربع سوا، عشان بعد كده لما اطلعها اعرف اتحكم فيها واعرف اتحكم في السوا بتاعها وتكون سهلة معايا ما تتكسرش مني. بعد ما سبت البطاطس على النار لمدة 3 دقايق، معايا مصفى بقى كده، ببدأ ان انا اطلع البطاطس بتاعتي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، علشان خاطر تتصفى كويس جدا وتطلع كل كمية المية اللي فيها. والخطوة دي مهمة جدا، لازم البطاطس تصفي وتنزل كل كمية المية اللي فيها. وخطوة مهمة جدا، البطاطس اللي انتوا بتجيبوها لازم تكون بطاطس للقلية علشان خاطر ما تشربش معاكم كمية كبيرة من الزيت. بخلص بقى كل الكمية اللي معايا واطلعها واصفيها كده كويس جدا زي ما انتوا شايفين. لو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو بقى لحد هنا ما تنسوش تقولولي بتتابعوني منين، وما تنسوش تحطوا اللايك عشان بعرف ان الفيديو بتاعي عجبكم. بطلعها وبسيب البطاطس بقى تبرد تماما لمدة ساعة، لازم تكون باردة تماما علشان خاطر نبدأ الخطوة اللي بعد كده. في اي صينية بقى عندكم كده، وتأكدوا ان هي لازم تكون بتدخل الفريزر، يعني تأكدوا من ان الحجم بتاعها ده بيدخل الفريزر. بعد ما البطاطس بردت بقى معايا برصها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ببعدها كده عن بعض علشان خاطر البطاطس ما تكونش لازقة كده في بعضها وتغلبكم لما تيجوا تطلعوها. فخلوا البطاطس بقى تكون بعيدة عن بعضها زي ما انتوا شايفين. بخلص بقى اول رصة بالطريقة دي، وبعد كده بضيف عليها كيس كده اللي هو الاكياس بتاعة التلاجة، وكمان بضيف عليها طبقة تانية كده بالشكل ده، بحيث ان انا ما ادخلش صواني كتير الفريزر. بكرر بقى نفس الخطوة دي لحد ما اخلص كل الكمية اللي معايا وارص كل الكمية اللي معايا بالشكل ده. وبعد كده بدخلهم بقى الفريزر لمدة 3 ساعات بحيث ان هي تتجمد معايا كويس جدا. وده بيكون شكلها بعد ما خرجت من الفريزر. بفكها من بعضها بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بتطلع معايا بكل سهولة زي ما قلت لكم. وده عشان خاطر احنا بعدين البطاطس كده عن بعضها ومش حاطين واحدة جنب واحدة، فمش هتغلبنا خالص واحنا بنفكها من بعض. بيكون عندي اكياس تلاجة بقى بالشكل ده، بفتحها وبضيف بقى فيها كمية البطاطس على قد التحميرة، لان ما ينفعش ان انا اطلعها واسيبها تفك وبعد كده ادخلها تاني الفريزر. الحركة دي مش مستحبة خالص لان البطاطس كده مش بتبقى مظبوطة معايا. انا بحط كده البطاطس على قد الاكلة وبطلعها على طول على التحمير، ما بسيبش البطاطس تفك، لا انا بطلع الكيس زي ما هو كده على طول، وبعد كده بنزله في الطاسة بالشكل ده. البطاطس بتتحمر على درجة حرارة عالية علشان خاطر ما تشربش معاكم زيت وتطلع معاكم مقرمشة وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وما بقلبش في البطاطس خالص الا لما تبدأ ان هي تمسك نفسها كده في الطاسة علشان خاطر ما تتهريش مننا وتطلع معايا بقى بالشكل الخطير اللي انتوا شايفينه ده. وكمان بضيف عليها تتبيلة البطاطس، بكون جايباها من عند العطار او تتبيلة البطاطس بتاع كنور. وده كان شكل البطاطس معايا.
يا رب تكون عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل وصفاتي، وما تنسوش تحطوا اللايك عشان بعرف ان الفيديو عجبكم، وما تنسوش دايما ان معبوسي طه دايما حلاوتها في تتبيلتها.